أهلا بيكم في قناة أنا وطفلي. خليني أسألك سؤال واحد بس، لو ابنك أو بنتك اتعرضوا لموقف مش مريح، هل هيعرفوا يقولولك ولا هيخافوا ولا أصلا مش هيبقوا فاهمين اللي حصل؟ الفيديو ده مش علشان يخوفك ولا علشان يشككك في كل اللي حواليك، الفيديو ده علشان يحمي طفلك من غير رعب ومن غير إحراج ومن غير ما نسرق منه براءته. خلينا نشرح في البداية ليه الطفل محتاج وعي جسدي. لازم نفهم إن الطفل مش مولود فاهم ومش مولود عارف الصح من الغلط. الطفل بيتعلم من البيت ومن كلامنا ومن ردود افعالنا، واخطر حاجه ان احنا نقول ان هو لسه صغير ومش محتاجين نفهمه. الحقيقه ان الطفل الصغير اكتر واحد محتاج الفهم. طيب يعني ايه وعي جسدي؟ الوعي الجسدي مش كلام جنسي ولا تفاصيل محرجه ولا تخويف. الوعي الجسدي يعني الطفل عارف ان جسمه ملكه، وعارف ان في لمسات مريحه وفي لمسات مش مريحه، وان من حقه يقول لا. كمان في قاعده ذهبيه لازم كل طفل يعرفها، قاعده ان جسمي ملكي. قول لطفلك ان جسمك ملكك انت، ومحدش من حقه يلمسك لمسه تخليك مش مرتاح، حتى لو شخص كبير، حتى لو حد بنحبه. الجمله دي لوحدها بتحمي وبتقوي وبتفتح باب الكلام. خلينا كمان نشرح لاولادنا باسلوب بسيط يناسب سنهم ان في لمسات تنفع وفي لمسات ما تنفعش. اللمسات اللي تنفع اللي هو حضن مريح ومساعده في اللبس من ماما او بابا او كشف طبي بوجود الام. اما اللمسات اللي يقول عليها لا، اي لمسه تخلي الطفل متلخبط او مكسوف او خايف او مش عايز يحكي. والقاعدة هنا ان اي لمسة تخليك مش مرتاح يبقى لا. مهم جدا ان احنا نعلم اطفالنا يقولوا لا، مش عيب ومش قلة أدب. علميه يقول لأ أو ابعد أو مش عايز. وكمان حاجة مهمة، ما تجبريش طفلك يسلم أو يتحضن أو يبوس وهو مش مرتاح، علشان ما يتعلمش إن مشاعره مش مهمة. في كمان أخطر 3 أخطاء الأمهات بتقع فيها بحسن نية. أول حاجة إن احنا نقول للطفل عيب الكلام ده، أو نقول أنت كبرت الموضوع، أو نقول أكيد أنت فهمت غلط. الخطأ هنا مش في النية، الخطأ في النتيجة. طب إيه هي الجملة اللي تحمي طفلك طول عمره؟ قول لطفلك دايما اي حاجه تضايقك تعالى احكي لي، حتى لو حد قالك ما تحكيش، انا عمري ما ازعق ولا لومك. الجمله دي بتعمل امان وثقه وحمايه طويله المدى. طيب امتى اقلق بجد؟ ننتبه لو الطفل بقى ساكت فجاه، بيخاف من شخص معين، ونومه ما بقاش متظبط وبقى عدواني او منعزل. هنا احنا لازم نهدى ونسمع، ولو لازم الامر نلجأ لمختص. وفي النهاية لازم تفهمي انك مش مطلوب منك انك تحولي ابنك لشخص خايف ولا تعملي له رعب من الدنيا. كل اللي مطلوب منك حاجة واحدة بس، تخليه فاهم علشان يكون آمن. ولازم نفهم ان الطفل الفاهم اقوى من الطفل اللي ساكت. ولو الفيديو ده حسسك انك اتعلمتي حاجة مهمة، اعملي لايك وابعتيه لأي ام تهمها سلامة ولادها. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.